الحمد لله، انا كده في امان. همشي عادي. الو يا استاذ، انا جاي لك على القهوه اهو، نص ساعه وتلاقيني جاي لك. سلام. في ايه يا ابني مالك؟ اسكندريه كلها بتجري ورايا. حببت ايه تاني؟ ابدا، كانت عمليه مضمونه وخططت قبل ما اعملها. احكي لي، عملت ايه؟ ابدا، سرقت سلسله من واحده ست وطلعت اجري لما مشيت. جريت في شارع الشهداء ودخلت شوارع جديده عمري ما شفتها خالص وتهت. يعني من الاخر فلسعت منهم يعني. طلعت اجري في شارع لغايه ما نفسي تقطع. ببص ورايا ما لقيتش الناس اللي بيجري ورايا. قلت الحمد لله، توهتهم وبقيت في امان. وقفت اخدت نفس واطمنت. رحت اطلع سلسله اشوفها. اكيد طلعت فالصو يا حلو. لا يا حلو، دي طلعت دهب وعيار 24 كمان. لا يا راجل، عيار 24؟ يا بختك يا ابن اللذين. حتى الفص طلع دهب. وبعدين هتصرفها ازاي؟ ولا قبليه طلع لي واحد بمطوه. ببص ورايا طلع لي التاني بمطوه. يعني اتثبت يا فالح. اه ثبت يا عم، بس دي مش مشكله. المشكله اخد منه كل حاجه، فلوسي والحزام ودبلة الخطوبه. طب وهتعمل ايه مع نصك الحلو؟ يا عم ما تجيبليش سيرتها، دي وشها فقر عليا والله لا فركش الخطوبه. ايه يا استاذ، طمني، سبع ولا دبة؟ 7 طبعا، والعو بقى في ايدي. اطمني. بجد يا استاذ؟ طبعا بجد يا ولية. جهزي انت بس النسوان زي ما قلتلك، وانا هفهمك تعملي ايه. حاضر حاضر، عينيا يا استاذ. بس خلي بالك، اي غلطة هتبقى انت التمن. حاضر يا سيد الناس، بس اهم حاجة نمسك الملايين في ايدينا. يلا بينا يا ولية. حاضر يا استاذ. يا فادي ما ينفعش كده، اهتم بمذاكرتك. انا قلقان منك يا سامح، ولا من بابا، ولا المحامي اللي لازم اطلع له عشان ينصحني. انا زهقت. وماله لما تطلع للراجل سنه كبير وهينصحك. انا كده يا سامح وافضل كده مش هتغير مهما تحاول. لا براحتك يا صاحبي، بس انا مش هيأس انك تتغير. بالحب انا قلت اللي عندي، فلوس تجي لي بكره. وبعدين الراجل ده بقى، قلت لكم سيكا مش هيجيبها لبره وبراحتك. ربنا يستر. امنت بالله، يعني كل ده يحصل من اخويا الاستاذ وما يجيش يقول لي؟ وانا بقول بقاله فتره كبيره قوي ما بيجيش يزورني. ده انا اخوه توأم حتى، ده احنا روح واحده. عشان كده احنا جايين لك عشان ننقذ الاستاذ. انا خايف من اللي جاي قوي يا جماعه. ما تخافوش من حاجه، انتم هنا في امان، بس لازم نعمل خطه ننقذ بيها اخويا الاستاذ. عشان كده احنا جينا لك وعرفناك. انا خايف قوي. طب هنعمل ايه دلوقتي يا جماعه؟ احنا لازم نفكر واسرع وقت الاستاذ في خطر. ممكن نهدي شويه ونشوف عمو هيعمل ايه. تمام يا اولاد، لازم نتصرف فعلا. يعني ايه؟ يعني عايزكم معايا في الخطه اللي هعملها. يا لهوي، خطه ايه؟ هتقتلوا يا راجل ولا ايه؟ اسكتي، هقتله ايه؟ هتفضحيني. انت مش كنت نايمه؟ ما تروحي تكملي نومك يا شيخه، ده انت بكلامك ده هتلبسيني البدله الحمراء. ايه يا عم، ايه جو العصابه ده؟ انا عايزكم تفكروا معايا، واللي بينا محدش يعرفه ولا يسمع بيه، عشان نعرف ننقذ الاستاذ. معايا؟ معاك. يبقى اتفقنا. خير يا بنتي، في ايه؟ الله الله، مالك يا بنتي؟ ما تعيطيش. طيب
اتفضلي. امسحي دموعك بس، امسحي دموعك، امسحي. مش نضيفة. يا عتبة، 2 ليمون بسرعة يا عتبة. خير يا بنتي، ايه اللي حصل؟ احكي لي. في واحد كنت بحبه للأسف استغلني، صورني في وضع مش تمام. الو. هلا ده مسعد، في موزتين جوه عند استاذ حسين. ايه يا لهوي. امارات دول شويه عليهم. نعم. انت قلت ايه؟ قلت لي كده. عروسه لمين؟ لك انت. اذا كنت انا ما ينفعش، انت تنفع. طب ازاي؟ بقول لك ايه، اقفل جاتك نيله. معقولة؟ صورك؟ للأسف، وكمان فيديو، وأنا خايفة أقول لأهلي. ما تعيطيش، خالد كان يعمل معاه نفس الحاجة. معقولة؟ هو الواد ده منين؟ هو من البلد وجاي هنا القاهرة مأجر شقة وعايش لوحده. لأن هو مش قاهري أصلا. لا. طب الحمد لله يا بنتي إن حصل لحد كده بس. الواد ده مش لاقي راجل يقف له، بس أنا هقف له. اديني رقم. يعني هتساعدني؟ طبعا هساعدك وهجيب لك حق. خليها على الله وعليا. انتظرونا في الحلقة الرابعة من مسلسل العو واكل الجو. معانا يا رب.